السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير زي ما احنا شايفين. ايوه بتجري من ايديا رايحة فين؟ زي ما احنا شايفين النهارده الوصفة بتاعتنا حاجة محمرة كده وجميلة ومقلبظة. يا ترى ايه دي يا هنود؟ دي دبابيس فراخ يا بنات. دبابيس فراخ محشية بطريقة جميلة وسهلة وبسيطة. وبصوا ما هفتحها لكم من جوه. ما شاء الله ما شاء الله، حاجة كده عظمة. هتعجبكم وهتبهركم، وخصوصا لو عندكم أطفال هتعجبهم جدا جدا. فهنعمل مع بعض دبابيس الفراخ المقلية أو دبابيس الفراخ الكدابة. تعالوا بينا نشوفها مع بعض ونشوف الوصفة بكل بساطة، ونقول ايه يلا بينا. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا الدبابيس بالكمية اللي تناسبك زي ما احنا شايفين كده، ومعانا توابل، ومعانا بصل وطماطم. طب هتعملي بايه بده كله يا هنود؟ هناخد الخطوات مع بعض واحدة واحدة كده، وهسهلها لكم. هتكون بسيطة مش معقدة ولا أي حاجة. وأول ما هتلاقي الدبابيس دي على طول هتقول لا لازم أروح أعمل وصفة هنود. تعالوا بينا بقى نشوف المكونات بتاعتنا. معانا بصل زي ما إحنا شايفين مقطعه مكعبات كبيرة كده، يعني بصلاية 4 أجزاء، وطماطم. طب دول لإيه يا هند؟ دول عشان أسلق بيهم الدبابيس بتاعتي. ومعايا التوابل بتاعتي، دي معلقة فاضية مالناش دعوة بيها. معانا ملح وفلفل و ذرة بسيطة من جوزة الطيب، وحبة والحبهان و ولورا. تمام. ودوّة روزماري كده صحيح هاحطه في الشوربة عشان يديها طعم إيه جميل. تعالوا بقى نشوف هنعملها إزاي بخطوات سهلة وبسيطة ومش معقدة أبدًا. هنبتدي إزاي يا هنود؟ تعالوا مع بعض نبتدي خطوة خطوة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا الحلة بتاعتي اللي أنا هاسلق فيها الدبابيس، هاحط فيها بصل والطماطم والتوابل اللي أنا وريتها لكم، اللي هي الملح والفلفل والروزماري والجوزة الطيب والحبهان واللورا. تمام، كلّهم بودر معايا، ما عدا طبعًا الروزماري. تمام، هاحطهم كلّهم كده. أنا باغنّي ال الشوربة بتاعتي عشان تدّي طعم جميل للدبابيس بتاعتنا، لإن ما فيهاش دهون. معروف إن الدبوس ما فيهوش أي دهون، فمش بيدّي شوربة جامدة. فأنا هاضبّط له إيه الشوربة زي ما إحنا شايفين. أدي رشة جوزة الطيب ومعاها حبّهان، وأدي اللورا. زي ما إحنا شايفين كده هاحطهم بقى مع بعض، واحطهم على النار يغلوا. وعلى هُم ما يغلوا تعالوا نخلي الدبابيس بتاعتنا. تعالوا بينا نخليها، يالّا بينا. وادي الفراخ بتاعتنا اهية الدبابيس. لازم انزع الجلد منها لان انا هشفي اللحمة عن العظم، لان انا هحتاج العظم لوحده عشان اعمل بيه الشكل النهائي اللي انتوا شفتوه. تمام، اهو الجلد بس ما فيهاش اي شلت الجلد ما فيهوش الدبوس ما فيهوش اي نوع من انواع الجلود عليه. تمام، انا عملتهم كلهم اهو زي ما احنا شايفين، خليتهم كلهم وهابتدي إن أنا أسلقهم. هنحطها في المَيّة بعد ما تغلي. بُصّوا لون الشوربة بقى عامل إزاي. ده التوابل والطماطم والبصل. عايزة أقول لكم إن الريحة كانت تحفة ما شاء الله. تمام، فكل ما تعملي الأكل وتحسي إن أنتِ أبدعتِ فيه، بتتبسطي وبتبسطي كل اللي حواليكِ. طب تعالوا نعمل حاجة بقى لحد ما الدبابيس بتاعتي تستوي. عندنا بالضبط هُم المفروض 3 حبّات بطاطس متوسطين. أنا عندي البطاطس صغيرة فحطيت 4. تمام، وزي ما إحنا شايفين كده أهوّة أنا هاقطّعها مكعبات علشان خاطر ما تاخدش وقت معايا في السلق. تمام، هاقطّع بقى كل البطاطس بتاعتي كلّها ونروح على طول نسلقها. وأنا باسلقها باحط نسبة ملح قليلة. طب إيه دور الملح هنا يا هنود؟ لازم في كل خطوة هاعملها هاحط ملح، بس أراعي إن المجمل كلّه الحاجة بتاعتي ما تكونش حادقة. تمام، زي ما أنتم شايفين كده معلقة صغيرة من الملح، وهاسيبها تتسلق. تعالوا بقى نعمل الcover الخارجي للدبابيس بتاعتنا. معانا دقيق زي ما إحنا شايفين، هتحطي الكمية المناسبة لعدد الدبابيس، وعليهم معلقة كبيرة نشا علشان تدّيني القرمشة اللي بتكون من برّه دي. دي الخطوة الأولانية. وهاتبّل الدقيق بتاعي وهاحط له شوية ملح وشوية فلفل وكمون وشطة. برضه هنخلّي بالنا من الملح. أديني باقول لكم أهو 3 مراحل اللي إحنا عملناهم لحد دلوقتي إحنا حاطين فيهم ملح، فلازم الكمية تكون مناسبة. وأنا معايا الفيجيتار الحار دوّة، ده تحفة ما شاء الله جميل جدًا عجبني. زي ما أنتم شايفين بُصّوا حبيباته خشنة، ادّتني نتيجة جميلة جدًا في التحمير. تمام، ودي كده تعتبر الخطوة التانية. الخطوة التالتة هو إحنا أكننا بنعمل cover لبانيه. هنحط ال2 بيضة، وهنحط عليهم نُص كوباية لبن، وهنحط ملح وفلفل. شُفتوا الملح معايا في كذا حاجة، فلذلك نراعي كمية الملح اللي إحنا هنحطها، لإن في المُجمل هيبقى في قطعة واحدة بس كل أنواع الملح ديّة، فما نحاولش إن إحنا نزوّد أوي. تمام، أو وما نقلّلش علشان ما تبقاش دلعة وطعمها مش هيكون مقبول.
أنا دلوقتي خلاص مزجت البيض مع اللبن علشان خاطر أعمله cover للدبابيس. هنا البطاطس بتاعتي خلاص كده، بصوا سواها بقى عظمة وممتاز، مش مهرية قوي ومش نية، لأن أنا عايزاها تكون متماسكة علشان خاطر الكفر ما أعمله على العظمة بتاعة الدبوس ما يقعش. تمام، فهنعمها بقى كويس قوي قوي اهو زي ما انتم شايفين كده، تمام وعظمة مية مية. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب الفراخ بتاعتنا وهنخليها من العظم بتاعها. انا عايزة قطع الفراخ بس، شايفينها اهي مسلوقة. هنزل بقى الفراخ بتاعتي العظم، افصل العظم عن اللحمة زي ما احنا شايفين كده لكل الدبابيس اللي معايا. تمام، هنا اهو زي ما انتم شايفين انا ايه قطعتها، بس طبعا متقطعه بكتل بحجم كبير، فانا هبتدي ان انا ايه اصغرها شويه، افصلها عن بعضيها، ان انا بحيث ان انا اهرسها مع البطاطس ما تبقاش كتل تخينه. زي ما انتم شايفين كده بقت قطع صغيره، حطها على البطاطس بتاعتي بعد ما هرستها كويس جدا جدا، وهقلبهم مع بعض، وهنضيف بقى الاضافات بتاعتنا اللي احنا كنا مجهزينها علشان اطعم بقى طعم البانيه نفسه، طعم الدبابيس من جوه. فاهمين قصدي ازاي؟ فهجيب بقى التوابل معاكم وهنشوفها مع بعض. معانا بابريكا ومعانا ملح وفلفل وبهارات توابل فراخ، وحبة صغننين زي ما انتم شايفين من التوم البودر والبصل البودر. ده توم باودر وبصل باودر. التوم ده يا جماعة أنا بحط منه ربع معلقة، بما اللي أنا عاملاه التوم اللي احنا عملناه مع بعض، هترجعوا للفيديوهات بتاعتي هتشوفوه سهل جدا وبسيط. التوم البودر ربع معلقة بيعادل معلقة كاملة من التوم اللي احنا بنشتريه من بره. ده ليه يعني ريحته فظيعة وطعمه خطير. انا حطيت التوابل وحطيت كمان كوباية كبيرة من الجبنة المبشورة، الفلامنك، اللي هي الشيدر، سوري الشيدر. هقلبهم بقى مع بعض. الجبنة دي بقى بتديني طعم جوه يعني وهم وخيال، بتاخد كده الدبابيس في حتة تانية خالص. هبتدي بقى ان انا ادمجهم كلهم مع بعض زي ما احنا شايفين، ما بقاش في حاجة مش مندمجة مع بعضيها. هجيب بقى العظم بتاعنا اهو زي ما احنا شايفينه، انا ما برمهوش عشان انا بصبع عليه الخلطة بتاعت الفراخ والبطاطس مع بعض دول، وبتبقى شكلها جميل زي الشكل النهائي زي ما شفتها في اول الفيديو. هبتدي بقى ان انا اصبعها على الدبوس. بصوا يا جماعة، عشان تعرفي ان الخلطة بتاعتك ناجحة او لا، مجرد ما انت ما بتصبعيها مش بتقع او بتتفك. بصوا شايفين متماسكة ازاي؟ يبقى انا كده مش مدخله لها اي سوائل. البطاطس خليتها صفتها كويس جدا من مية السلق بتاعتها، والفراخ نفس الحكاية خليتها نشفت جدا من الشوربة بتاعتها. يعني ما فيش اي نقطة سوائل خالص تخليها تفك مني. بصوا الجمال، بصوا عجينة لينة قوي قوي في ايديكي، وبتتشكل بسرعة ومش بتقع. يعني بصوا مهما أنا احرك فيها هي مش بتتحرك. تمام، كده انا عملت معاكم واحده، وهنشوف التانية هنعملها بسرعه برضو عشان خاطر الفيديو ما يطولش عليكم. اهو بصوا، بصوا الجمال. ادام انتي عملتيها كده ولقيتيها متماسكه ومش بتقع منك، وصفتك تبقى ماشيه خطواتك صح. تمام، بصوا وبصوا بقى الكميه بتاعتها والحجم. يعني الدبوس عملاق ما شاء الله. يعني انا الواحد ما قدرتش اكمله، انا واحده كبيره ما قدرتش ان انا اكمل الدبوس بتاعي. تمام، هخلص بقى بقيه الدبابيس بتاعتي واعملها بنفس الطريقه من بدون اي اختلاف، ونرجع مع بعض ونشوف الخطوه الاخيره عشان نطلع احلى دبابيس مقرمشه وبطريقه يعني هايله وجميله ولونها تحفه ليكي ولاولادك، هيبهروا بيها جدا. انا كده هنا خلصت كل المقادير بتاعي، خلصتهم كلهم زي ما بص ما انتم شايفين. مفيش حاجة وقعت، مفيش حاجة فكت ولا الهوا. واتبقى معايا يعني حاجات بسيطة عملتها كور كده للأطفال هتعجبهم. يعني أنا هم حبوا كمان الكور الصغيرة دي، سهلة كده في الأكل وسريعة. يعني ممكن تعملي الوصفة كلها بدون الدبابيس دي وتعمليها كور، هتبقى شكلها جميل وحلو. تمام، هنجيب بقى نعمل الكفر بتاع الدبابيس بتاعتنا. اول مرحله هنحطها في الدقيق، ولازم ننفض الدقيق كويس قوي منها علشان خاطر ما يوقعش التتبيله بتاعتي لما اجي احمرها. تمام، وهحطها في البيض واللبن، ومن البيض للبن للبقسماط نفس مراحل تتبيل البانيه ما فيهاش اي اختلاف. هناخد بقى ده هنا البقسماط بتاعنا الفيجيتار، هو حار. طبعًا لو عندِك أطفال هتعمليه عادي. تمام، وهابتدي بإيديّا، ما ينفعش إن أنا أفضل أهري فيها يمين وشمال بطريقة مستفزة، لأ أنا باطبطب كده عليها بالراحة، إن عشان أسكّن البقسماط مع الخلطة بتاعة البيض واللبن. تمام يا حبايبي، زي ما إحنا شايفين كده أنا بصوا باوزّع عليها وباطبطب عليها كده بالراحة علشان ما تفُكِّش منّي.
وعايزة تريحيها في التلاجة قبل ما تحمّريها تمام، أنا حمّرتها على طول والنتيجة زي ما أنتم هتشوفوها ما خدتش ولا وقعت ولا الcover وقع ولا فكِّت ولا أي حاجة، كمان لو ريحتيها هتكون أفضل. تمام، أهو بُصّوا آدي الcover بتاعنا الخارجي بُص شكلها عامل إزاي، مشهية بطريقة فظيعة، وريحتها وطعمها حاجة خيال. هاعمل معاكم واحدة أهو تانية زي ما إحنا شايفين في الدقيق، لازم كل حتة يكون واصل لها دقيق عشان الدقيق ده مع البيض واللبن هو اللي بيخلّي الcover الخارجي يمسك فيها ما يفُكِّش. بُصّوا بانفّضها كويس أوي من الدقيق وأنزّلها في البيض واللبن، خطوات ثابتة مش بتتغيّر، تمام. أهو هاقلّبها كويس أوي، وهاخدها على طول من البيض واللبن على الفيجيتار أو البقسماط بتاعِك حسب ما أنتِ حاطة، تمام، أهو هابتدي بقى إن أنا أهو بُصّي باوزّع بإيديّا علشان خاطر ما تفُكِّش مني، لإن هي بتكون طرية، هي بطاطس وفراخ مهروسين مع بعض، فالموضوع مش مستاهل إن أنا أفضل كل شوية أقلّب، باطبطب كده بالراحة أهو زي ما إحنا شايفين، وأقلّبها يمين وشمال يعني بحرص شديد، تمام. وآخُدها بقى أنا عندي عشان تطلع منّي وصفة حلوة ولونها الدهبي الجميل اللي أنتم شفتوه في بداية الفيديو، لازم نعمل خطوة مهمة جدًا إن إحنا نكتّر كمية الزيت اللي إحنا بنقلي فيها الدبابيس بتاعتنا. أنا عارفة إن الموضوع مش مستحمل، بس عشان تطلّعي وصفة كويسة وتكمّلي نجاح الوصفة الخطوة دي مهمة. لازم تحطّيها في حاجة غويطة شوية ومليانة زيت، تمام؟ بُصّوا أهو أنا باورّيها لكم تاني أهو، كده عظمة ومِيَّة، مِيَّة مش محتاجين أي حاجة تاني للدبابيس بتاعتنا. أنا أهو عملتهم كلّهم زي ما إحنا شايفين، بُصّوا ما فيش حاجة واقعة في الطبق خالص. من الcover ما شاء الله، بُصّوا باحرّك فيه يمين وشمال الوصفة متماسكة تمامًا. هنيجي بقى للخطوة المهمة بتاعتنا زي ما اتفقنا يكون زيت كتير شوية يغطي الدبابيس بتاعتنا على الأقل نُصّها علشان ما احتاجش إن أنا أقلِّب فيها كتير يمين وشمال، تمام، زي ما إحنا شايفين كده. بُصّوا بقى الجمال زي ما إحنا شايفين أهوّة، أنا باحط قطعة، قطعة بالراحة وما ينفعش إن هي أول ما تنزل أقلّبها، لإن هي نفس الحكاية أي لحوم أو أي حاجة بتعرّضوها للتحمير لو قلّبتيها في الأول هتتهري منِّك وهتبوظ. أنا بانزّلها أهو بالراحة، باستنى شوية لغاية ما إن هي تتماسك والcover يتحمّر كويس جدًا، عشان أبتدي إن أنا حتى أعدلها أو أحرّكها. بُصّوا ما حرّكتهاش أبدًا من أول ما حطيتها، أبتدي بقى أستنى شوية، بُصّوا هي متماسكة سِنّة أهي، ابتدت تتحرّك معايا بكل سهولة، أدام خدت لون من تحت خلاص أقدر أحرّك وأقلّب فيها زي ما أنا عايزة، تمام. بُصّوا الجمال ما فيش حاجة مفكوكة إزاي، والزيت نضيف بتاعنا مش واقع فيه الcover ولا اتفك ولا أي حاجة، عشان إحنا مشينا الخطوات صح، تمام. هابتدي بقى أنا أمّا حسيت إن هي من تحت أخدت لون، هابتدي إن أنا أقلبها على الاتجاه الآخر، علشان يبقى كلّه لون واحد دهبي، ما يبقاش حتّة غامقة أو حتّة فاتحة أو فيها حتّة محروقة. وكل ما تكوني مهتمية بإنِّك أنتِ إيدِك فيها على طول كده، ما تتحرقش منِّك. كده خلاص وصفتي خلصت وطلعناها من التحمير زي ما إحنا شايفين أهو، بصوا الجمال والعظمة، ما شاء الله حاجة هتبهركم وهتعجب أولادكم جدًا، جدًا. وكان نفسي أفتح لكم الصوت بتاع الخربشة، صوت القرمشة بتاعها من برّه حكاية، حكاية بجد، تمام. يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتنول رضاكم ونكون دايمًا دعم لبعض. أنا بالوصفات اللي هي بابقى يعني حابة إن أنا أقدّم لكم كل جديد، وأنتم بدعمكم وباللايكات بتاعتكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، عشان كل جديد من مطبخ هند عمار يوصل لكم، وأشوفكم في خير وفي رعاية الله وحفظه، مع السلامة.